فاوعى حضرتك تفتكر ولو للحظه انك سبب انتصارات النادي الاهلي. لا 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 لا، انت الان سبب خسائر النادي الاهلي، على الاقل الخسائر الماديه والخسائر المعنويه. ده احترمه فيك، ده اهاجمك وانقدك بشده عليه. اللي فات ان انت تعلق لي صور الولاد في المدرجات، افضل ابكي عليهم وافضل افتكرهم واقرا لهم الفاتحه. لكن مين يقرا الفاتحه للولاد هنا اقرا الفاتحه واترحم واقول انا لله وانا اليه راجعون. الهي يا رب ما يرجع الشكل ده تاني، الهي يا رب نفضل نفتكرهم، الهي يا رب نفضل ندعي لهم. لازم واحييك واشكرك انك دخلت المدرج ورسمت وقلت ال 74 وقلت ان في الجنه وحطيت صور زملاتك. يا اخي على وفائك، يا اخي على احترامك، يا اخي على تقديرك، يا اخي على قرفك لما اجي اشوف الصوره دي، يا اخي على قله ذوقك ان اخواتك ميتين في المدرجات وانت عامل الاحتفالات دي. بتحتفل ايه؟ على انهم ماتوا؟ بتحتفل على انهم اتذبحوا؟ يا سلام على نبلك، يا سلام على خلقك الجميل، يا سلام على وفائك، يا سلام على انتمائك، يا سلام على شجاعتك، يا سلام على تقديرك، يا سلام على كل حاجة جميلة حلوة موجودة فيك. يا سلام على العكس بقى، ايه القرف ده؟ انتوا حضراتكم قارنوا